يبدو أن معاناة اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش مع أزمة دكة البدلاء ستتواصل في صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، على الرغم من الأداء الموصوف بالمبهر الذي أبان عنه في منافسة كأس العالم قطر 2022. بوتر غراهام مدرب النادي الإنجليزي قال أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي إن أداء حكيم زياش الرائع في كأس العالم لا يضمن أن المهاجم المغربي سيحظى بمكان في الفريق الأول لتشيلسي. وأضاف غراهام في التصريحات التي جمعتها صحيفة الجارديان البريطانية إنه كان على اتصال بمهاجم أياكس السابق طيلة فترة منافسة المونديال، ومع ذلك أشار إلى أن زياش سيتعين عليه التحلي بالصبر لنيل فرصته بالنظر إلى المنافسة الكبيرة بين النجوم في فريق تشيلسي وفق تعبيره. وجدد بوتر التأكيد على امتلاك زياش لإمكانيات مميزة قائلا: نعرف صفاته ونحبه كلاعب يلعب بين الخطوط بجودة رائعة كما رأينا في كأس العالم. كنت سعيدا لأجله وظللت على اتصال معه طوال كأس العالم. مسرور له لأنه حصل على فرصة اللعب وقت المباراة، وسعيد لأنه ساعد فريقه. إنه رجل جيد ولديه الجودة. وختم مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي تصريحاته بالقول: في تشيلسي هناك دائما لاعبون جيدون ليسوا في التشكيلة الأساسية وعليهم التحلي بالصبر. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.